كل أكلة ليها أصل وحكاية، والنهاردة هنعرف أصل الحكاية. تابعونا هتعرفوا كل يوم قصة وكل يوم أكلة وكل يوم حكاية. أصل وحكاية أكلة البصارة المصرية، طعام الفقراء وملكة الموائد الريفية. تعد البصارة واحدة من الأكلات المصرية الشعبية العريقة، وهي طبق تقليدي بينتمي إلى المطبخ الريفي والبيئات الزراعية بالأساس. لا تزال هذه الأكلة حاضرة بقوة على الموائد، خاصة في الأرياف، وهي شاهد على بساطة وتدبير المطبخ المصري. المكونات والوصفة: هي وجبة من فول مدشوش. البصارة هي في الأساس حساء أو طبيخ سميك القوام، بيصنع بشكل أساسي من الفول المدشوش أو المقشور والمقسوم نصفين. الخضرة الورقية مثل البقدونس والكزبرة والشبت والنعناع أحيانا، البصل والثوم. أما التوابل الرئيسية فهي الفلفل الأسود والكمون. تطهى المكونات معا ثم تهرس أو تخلط لتصبح خليطا متجانسا، وتقدم عادة بعد أن تزين بالبصل المقلي المحمر. أصل التسمية وحكاية النشأة: وجبة التدبير والاقتصاد. يعتقد أن أصل كلمة البصارة يعود إلى اللغة المصرية القديمة القبطية، حيث يرجع البعض أنها مشتقة من كلمتين: بيسو وتعني مطبخ أو المسلوق، ورو وتعني فول، وبالتالي قد يكون معناها الفول المطبوخ أو عصيدة الفول، مما يدل على قدم هذه الأكلة وارتباطها بأساسيات الغذاء في مصر منذ القدم. حكاية البصارة كطعام الفقراء، الاقتصاد والتدبير. نشأت البصارة كوجبة رئيسية في البيئات التي تعتمد على الزراعة، وكان الهدف منها هو التدبير والاقتصاد، فالفول كان متوفرا ورخيص الثمن، وكذلك الخضروات، وكانت هذه الوجبة توفر البروتين والألياف الضرورية بحد أدنى من التكلفة. طعام الفلاحين: كانت البصارة هي وجبة الفلاحين والمزارعين الرئيسية، حيث يسهل تحضيرها وكانت توفر الطاقة اللازمة للعمل الشاق في الحقول. رمز البساطة: تعد البصارة رمزا للبساطة والوجبات غير المكلفة، وكانت تسمى في بعض الأحيان وجبة الدراويش، في إشارة إلى الأشخاص قليل الحيلة أو محدود الدخل. البصارة في الثقافة الشعبية المصرية، على الرغم من أنها أكلة رخيصة إلا أن البصارة تحمل مكانة خاصة في الوجدان الشعبي. اقترانها بالتدبير المنزلي: ارتبطت البصارة بمهارة ربة المنزل المصرية في توفير وجبة مغذية ولذيذة من أبسط المكونات. الأمثال الشعبية: ذكرت البصارة في بعض الأمثال الشعبية التي تعكس قيمتها، مثل كلها بصارة وما تصبحهاش خسارة، في إشارة إلى أن تناولها لا يعد خسارة بل هو تدبير. وجبة صيفية: بترتبط البصارة تقليديا بفصل الصيف، حيث تقدم باردة في كثير من الأحيان، وتعد بديلا خفيفا لوجبات اللحوم في ظل ارتفاع درجة الحرارة. وفي الختام، تبقى البصارة شاهدا حيا على تاريخ المطبخ المصري، فهي ليست مجرد طبق من الفول المدشوش، بل هي حكاية من حكايات الاكتفاء والتدبير والبساطة التي ميزت حياة المصريين على مر العصور. وفي النهاية، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.